أبطال تانية إعدادي دلوقتي بقى من عندك من صفحة 14. خلصت مذاكرة الدرس الأول والتاني، تعالى بقى معايا يلا تابعني في lesson 3 و 4. هنعمل اللي عملناه في 1 و 2. خلاص انت عرفت نظامنا، قراءة وكلمات وبنمرنك عليهم، قاعدة وتمرين وامتحان. تعال نشوف كده مع بعض. أول حاجة كلمة prison. prison اللي هو السجن، بعد الشر عليكم يعني. A place where people go when they do something wrong or bad. مكان الناس بتروحوا لما تعمل حاجة wrong خطأ أو bad أو غلط. تمام. railway line خط سكة حديد. The metal road ده طريق معدني حديد يعني that a train traveled on القطر بيمشي عليه. كلمة poor اللي هي فقير لها معنيين. طبعا كلمة poor في الأول عكسها rich. rich اللي هو غني. People without enough money are this ناس معاش فلوس كافية أو not having enough money to live well معاش فلوس يعيش كويس. attractive اللي هي جذاب تساوي beautiful nice to look at it. large كبير جدا تساوي big. terrible مفزع أو رهيب أو سيء very bad لما حاجة تكون مش عاجباك خالص تقول عليها ايه terrible. feed يطعم، وفيد ده فعل غير منتظم الماضي منه fed، التصريف الثالث برضه fed. give food to a person يدي الطعام لشخص أو group or animal أو مجموعة من الناس أو حيوان. tap صنبور مية أو حنفية. something you turn on or off to get water. turn on يعني حاجة أنت بتشغلها أو off تطفيها. turn on يشغل، turn off يطفي. تمام. وبتساوي برضو يا سنة تانية switch on وبرضو switch off يشغل ويطفي. ركز على الكلمات دي جدا، ذاكرها كتير، ممكن تعملها كده استيكرات وتلزقها قدامك على المكتب عشان ما تنساهاش. prison railway line poor attractive large terrible feed tap. مش عايز طالب او طالبة يقول لي انا ماليش في حفظ الكلمات، مفيش حاجة اسمها مالكش في حفظ الكلمات. على مهلك قسمهم، راجع عليهم، كررهم، هتلاقيهم سهلين. تعال نشوف بقى اهم المترادفات مع بعض. attractive انا كاتبهم لك هنا تاني جذاب. profile اللي هو الملف الشخصي. large كبير في الحجم. feed يطعم. terrible terrible share share. poor poor. tab tab. railway line railway line. typical. prison prison. village village. article article. suggest suggest. text message text message. carry carry. research research. live lives. clear clear. garden garden. picnic picnic. goats goats. watermelon watermelon. bottle parrot. knife الكي silent مش بتتنطق، سكينة knife. include include. adventures adventures. beginning beginning. train trained يتدرب وقطار. travel traveled. together together. road road. move moved. ending ending. change changed. describe describe. تعالى بقى كده معايا شوف الايه الافعال. عندك اول حاجة no no دي بقى المفروض انها في هنا ايه، معلش كده. new new. known known. forget forgot forgotten. bring brought brought. تاني no new known. forget forgot forgot. bring brought brought. تعال نشوف بقى ليه الكلمة وعكسها. attractive لها معنى تاني beautiful. طب والعكس ugly. large لها معنى تاني big العكس small. near تنفع برضو close. far from ده بعيد. outside لها معنى تاني outdoor عكسهم inside. terrible سيء. bad good. مديك ترادف اسمه synonym
وتضاد اللي هو الopposite الموجود معانا. هنا بقى نشوف مع بعض التعبيرات وحروف الجر الهام. at the beginning of at the beginning of at the end of at last take away from careful with ask for move from to around the world fall of in many ways share with find out about. بعد كده عندي كلمة forget to زائد المصدر. لو جه بعد كلمة forget to المصدر معناها ينسى، أن يفعل شيء يعني الفعل لم يحدث. يعني حد طالب راح المدرسة فنسي يعمل الواجب يقول لي I forget to do homework، نسيت إن أنا أعمله، أنا ما عملتوش أصلا. إنما forget ing ينسى أنه فعل الشيء، الفعل حدث يعني الحاجة نفسها خلاص تمت. suggest يجي بعدها ing يقترح. suggest that يجي بعدها فاعل ومصدر. country دي معناها دولة، لو جبنا قدامها the country يبقى الريف أو the countryside. little تستخدم بمعنى صغير السن والحجم وتسبق الاسم، وليتل تستخدم بمعنى قليل ويأتي بعدها اسم لا يعد. يعني أقول مثلا little sugar يعني شوية سكر قليلين، وممكن أقول little child يعني طفل صغير. 6-year-old صفة مركبة تستخدم كصفة قبل اسم معنى ذا أو ذات الست سنوات. تعالى بقى كده معايا اشرح لك القراءة والاستماع. Lives around the world الحياة حول العالم. Tell us about your life كلمنا عن حياتك. What are your hobbies and interests هواياتك واهتماماتك. What's typical day in your life يومك ماشي ازاي. What job do you want to do one day بنت اسمها شهانة هتتكلم عن حياتها اليومية، عامل زي الديل روتين بتاع مريم بالظبط. My name is شهانة. I am from India أنا اسمي شهانة من الهند. I live in a village with my parents عايشة في قرية مع الوالدين my brother and my sister وأخويا وأختي. I share a room with my sister. share يعني يتشارك الغرفة مع أختي، يعني هي أختها في غرفة. We all get up early بنصحى بدري. There is an outside tap at the end of the street where we live. في زي حنفية كده في نهاية الشارع. My mom gets water from the tap every morning. ماما بتروح تجيب مية منها. Then we all have breakfast بنفطر مع بعض. We have bread with a cup of tea بنفطر بالخبز مع الشاي. My dad works in a shop بابا شغال في محل. I have two jobs to do when I get home from school. بعد ما برجع من المدرسة في حاجتين لازم أعملهم. I feed the chickens أنا اللي بوكل الفراخ. Then I help my mom make dinner بساعد ماما في تحضير العشاء. After dinner بعد العشاء I do my homework أعمل واجب. Sometimes I help my brother أساعد أخي and sister to do their work too. Then I go to bed وبعد كده بروح أنام. تعال نشوف بقى محادثات صغيرة. عندنا يونس وعندنا جدته. بيقولها grandma have you got a watermelon. طبعا have you got هل تملك كانت علينا وموجودة في الدرس ده برضو هشرحها لك على البورد. have وhas got اللي هي معناها يملك أو عنده. have مع الجمع وhas مع المفرد. هل عندك watermelon بطيخة؟ yes I have it's on the table على الترابيزة. الطلب بأدب بقى. can I have some please. طب ممكن اخد جزء منها. I like watermelon يبقى can I اهو في الطلب بأدب. قلت له yes of course we need a knife to cut it عايزين سكينة. قال لها shall I help you to cut it يبقى في الاقتراح وعرض المساعدة ممكن نستخدم shall. Thank you يونس but be careful with the knife خلي بالك وانت معاك السكينة. محادثة تاني بيعلمني برضو have got و has got و can و shall. علي وحسن. This is a nice restaurant. Shall we eat here. حسن اقتراحه. Shall we اقتراح. هل يمكننا. Yeah that's a good idea فكرة رائعة. Good evening where would you like to sit هنجلس فين. Can we sit next to the window ممكن جنب الشباك. Of course what would you like to eat تاكل ايه. حسن قال have you got any fish today عندكم سمك. Yes we have got fish with rice or fish with potato chips عندنا سمك بالرز وعندنا سمك بالشرايح البطاطس. We would like fish with rice please عايزين سمك بالرز. Shall I bring you some water أجيب مية. Thank you شكرا لك.
آخر حاجة معانا بقى في دروس القراءة قصة، جايبين ستوري، قصة اسمها ريل وي تشيلدرن، أطفال السكة الحديد. عن طريق نسبت ده المؤلف. يبقى قصة اسمها أطفال السكة الحديد. ايه الموضوع بتاع أطفال السكة الحديد ده؟ تعال نشوف كده مع بعض. قصة سهلة وجميلة خالص. القصة حصلت في سنة كام؟ in the 1900s، في 1900. البطلة اسمها روبرتا، أو أكبر واحدة يعني. her younger brother Peter and their little sister Phyllis. يبقى عندنا بنت اسمها روبرتا، أخوها الصغير اسمه بيتر، وأختهم الصغيرة اسمها فيلس. 3 أشخاص live with their parents in London. ال3 دول عايشين مع الوالدين في لندن. يبقى عندنا روبرتا وبيتر وفيلس عايشين مع الوالدين في لندن. They have a big attractive home with a large garden. عايشين في منزل كبير وجذاب وفي حديقة. One terrible day، ذات يوم، two men take their father away from home. في 2 أشخاص قاموا أخدوا باباهم من المنزل. The children don't know where he is going or why. مش عارفين رايح فين ولماذا. يبقى ايه اللي حصل؟ دول عايشين سعداء في منزل كبير وجذاب ومبسوطين خالص. حصل بقى يوم سيء، في رجلين جام اخدوا باباهم، مش عارفين مين الرجلين دول. خدوا باباهم من البيت، معرفوش راح فين، دوروا عليه ما لقوهوش. ولا الراجلين اللي جام خدوه دول قالوا هما ياخدوه على فين. يبقى كده الأطفال فقدوا الأب. The children moved from the city with their mother to a small house near a railway line. الأم أخدت الأطفال عشان خلاص ما بقاش فيه فلوس زي الأول، وراحوا بيت صغير قريب من السكة الحديد. طب ايه اللي حصل هناك؟ The family are poor and life is very different for them. الحياة بقت مختلفة عليهم. The children have lots of adventures near the railway line. الأطفال كانوا كل يوم بيروحوا يلعبوا عند السكة الحديد. A kind old man، قابلوا راجل كبير في السن طيب جدا. Who travels on the train every day، كان بيركب القطر كل يوم، فبيلاقيهم بيلعبوا هناك، فجرى يعني دار بينهم حوار كده. become their friend، بقى زي أصدقاء. فسألهم باباكوا فين، والدكوا فين، والكلام ده كله. The old man helped the family in many ways، ساعدهم وقرر يبحث عن الأب لحد ما لقاه فعلا. He helped their father too، ولقى الأب because their father is in prison، طلع إن هو في السجن for something he didn't do. تاخد كده زي إيه، بالخطأ. يعني باباهم دخل السجن بس بالخطأ، هو ساعده إن هو يطلع من السجن. Finally their father comes home، وأخيرا الأب رجع المنزل. The family is so happy، والعائلة بقت سعيدة to be together again at last، وبقى مع بعض مرة أخرى. كده احنا خلصنا جزء القراءة والكلمات. اللي هتبدأ انت بقى تحل الأسئلة، وبعد كده ايه تتأكد من إجاباتك. عندي في بيج 17 صفحة 17 تمرين على الدرس الثالث والرابع. يلا كده اتأكد من إجاباتك معايا وهشرح لك برضه. I do the same things at the same time every day in my not day. بعمل نفس الحاجة هي في نفس الوقت كل يوم. ده اسمه terrible day، attractive day، intelligent ذكي، typical يوم نمطي أو مكرر، أو نفس الحاجة هي بتتعمل كل يوم، يبقى ده طبعا typical day. I couldn't sleep after the night dream، مش عارف أنام بعد هذا الحلم. careful حريص، large كبير، terrible سيء، typical نمطي أو متكرر، يبقى طبعا terrible. This family don't have much money، العيلة دي معهاش فلوس كافية. so they are، عشان كده هم rich أغنياء، tall طويل، poor فقراء، fat اللي هو ثمين أو تخين، يبقى عشان كده هم طبعا مالهم poor. بعد كده بيقول لي our new house، منزلنا الجديد is in the country، في الريف، near a railway، بالقرب من railway ايه، line خط سكة حديد، letter خطاب، number رقم، house منزل، طبعا railway line. I live in a city but my grandparents live in a small in the country. أنا عايش في مدينة كبيرة لكن الأجداد عايشين في small village اللي هي قرية، ولا typical نمطي playground ملعب، court ساحة، طبعا في قرية. I like your dress، الفستان ده جميل. It's attractive جذاب، ugly قبيح، bad سيء، terrible سيء، يبقى طبعا attractive. He was sent to not as he did something wrong،
عشان عمل حاجة غلط. he was sent to school راح المدرسة. prison السجن. garden الحديقة. bank البنك طبعا راح البريزن السجن. shall I help you your box? no thanks. أنا ممكن أساعدك في إن أنت نقط الكتب دي. هيساعده يعمل إيه الكتب؟ carry يحمل. try يجرب. cry يبكي. hurry يسرع أو يجري. طبعا shall I help you carry your box تشيل الكتب دي. بعد كده عندي بيقول لي she helps her mother the chicken on the farm. هي ساعدت مامتها الفراخ اللي في الفارم في المزرعة. train يتدرب. change يغير. suggest يقترح. feed يطعم طبعا feed. I the same room with my brother at home مع أخويا في المنزل. dive يغوص. deliver يسلم. share يتشارك. drive يقود. هنا جايب لي حرف الجر with مع أخويا يبقى يتشارك نفس الغرفة. We travel to many countries to have lot of. بنسافر بلاد كتير عشان نمر بإيه؟ adventures مغامرات. gardens حدائق. roads طرق. lives حياة طبعا adventures. I did our N about the dinosaurs online for science lesson علشان العلوم. article مقالة. research بحث. picnic نزهة. بروفايل ملف تعريفي. يبقى أنا عملت إيه بقى؟ do يقوم بعمل بحث اللي هي do research. A is something you turn on or off to get water. حاجة بنطفيها ونشغلها عشان المية. تيب شريط لاصق. تاب حنفية. لاب معمل. كاب بقى طبعا تاب اللي هو الصنبور أو الحنفية. The knot is the metal road that a train travels on. القطار بيمشي عليه. station محطة. railway line خط السكة الحديد. بروفايل ملف. تاب صنبورة وحنفية طبعا railway line. The police took the thief away his home to prison. ياخد شخص بعيدا اسمها take ايه بقى؟ from at to on طبعا take away from. It's polite to say sorry when you something wrong. يقوم بعمل شيء خاطئ. have something help make do يفعل شيء خاطئ طبعا ليه do something wrong. بعد كده عندك بقى جزء الايه؟ جزء language جزء القواعد. زي ما قلت لك في فيديو عندك شرح في المضارع البسيط والجزء بتاع have got اللي هو has مع المفرد وهاف مع الجمع. وبعد كده عندك جزء القدرة اللي هو طبعا عندك بس في المضارع اللي هي كان والمصدر. وطبعا عندك بعد كده الاقتراح يا اما shall we يا اما لما تحب تقدم مساعدة لحد ممكن تقول له shall I. يبقى shall دي بتقدم اقتراح وممكن تعرض على حد ان انت ايه تساعده. تعالى بقى كده ايه نشوف حليت عملت ايه في الجمل دي. shall we to the park tomorrow. بعيد عن الشرح واي حاجة احنا قلنا ان shall وكان لازم يكون معاهم infinite فعل فين في المصدر. عندك goes عندك go عندك going عندك when. طبعا shall بيجي معاها المصدر يبقى shall we go. I have a cup of tea please. كوباية من الشاي بعد إذنكم. يعني هنا ده حد عايز كوباية شاي. أول حاجة هنا بيقول لي is I can I shall I ولا do I. طبعا ده لما حد بيطلب حاجة من حد بيقول له ممكن تجيب لي كوباية شاي في الطلب طبعا بنقول ايه can I. بعد كده عندنا بيقول لي you got any cousins. عندك كلمة got have أو has. اليو تاخد ايه؟ can you do you ولا have you ولا has you. طبعا have you got. بعد كده let's هيا بنا a new car next week الأسبوع القادم. طبعا let's بيجي بعدها المصدر. عندي هنا let's buys buying bought buy يبقى let's buy. can you carry this heavy bag. ممكن تشيل الصندوق ده. no I بيسأل بكان must should can طبعا يبقى no I can't. has he got an umbrella. هل هو معاه شمسية. no he بيسأل بهاز يبقى أقول no he can't. hasn't doesn't have doesn't طبعا no he hasn't. مستر حسام drive a bus. do مش ينفع مع مستر حسام. has ما بيجيش معاها مصدر. is ما بيجيش معاها مصدر. can يبقى طبعا can. I bring you a glass of juice. ممكن
اجيب لك كوباية من العصير. do am shall have طبعا ده بيقترح يبقى shall I. we go to cinema today نروح السينما. shall has have are برضو ده اقتراح يبقى shall we. you got science or math today طالما مديني كلمة got يبقى have got أو has got. هنا بقى مديني has you ولا have you ولا can you ولا shall you. طبعا have you got. عندي بقى هنا بتصحيح الخطأ بيقول لي you get me some juice please ممكن تجيب لي شوية عصير. يبقى ده بيطلب منه ممكن أقول له can you. shall you close the window please ممكن تقفل الشباك يبقى can you close. we help أحمد with his problem نساعده في المشكلة ده اقتراح يبقى shall we لأن shall بتستخدم في الاقتراح. this is a nice restaurant do we eat here حسام ممكن ناكل هنا يا حسام ده اقتراح برضه يبقى shall we. have he got a pen الهي مفرد وعندك هنا got يبقى has he got هل يملك. can you helping me please طب ما احنا قلنا كان بيجي معاها المصدر يبقى can you help. shall we to have lunch together good idea يبقى shall بيجي معاها برضو المصدر مفيش to يبقى shall we have. تعالى بقى كده نحل اختبار على الدرس الأول أو الدرس الثالث والرابع. هنا عندي dialogue علي tells تامر about his new house بيكلموا على البيت الجديد بيقول له I moved to a new house تامر أنا رحت بيت جديد. قال له a new house بيت جديد نقط. قال له it's in Alexandria. ايه السؤال انا سألته لك قلت لي في اسكندرية يبقى أين يعني ايه where يبقى دي أول حاجة هنبدأ بيها where. طيب عندي في فعل مساعد is يبقى where is it أين هو في اسكندرية على البحر. fantastic when did you move there رحت هناك امتى نقط. عايزين حاجة بقى في الماضي ممكن أقول مثلا last month الشهر الماضي. not yes it's a large house with a garden full of flowers نعم إنه كبير هشيل yes وأبدأ بفعل مساعد is يبقى أقول is والفعل it يبقى is it هل هو is it a large house. do you like flowers بتحب الزهور not and you وانت my favorite hobby is planting flowers يبقى yes sure أو yes I do. طب وانت انا هوايتي الزهور ممكن اقول له انا ايضا مثلا me too. ده بالنسبة للدايل. تعال نشوف الاختيارات. camping in the desert was a very exciting ان انت تعسكر في الصحراء ده يعتبر exciting road طريق adventure مغامرة لاين خط message رسالة طبعا adventure. can I this story for 2 days Miss علا لمدة يومين. can I buy اشتري lend يسلف borrow استلف feed يطعم. هو هنا عايز ياخد وياخد اللي هي تيك اللي هي بتساوي borrow انما لو عايز اقول له ممكن انت تسلفني اقول له can you lend. بعد كده عندي هنا بيقول لي ايه has احمد a lot of water yes he has gets getting got احنا قلنا have و has على طول بيكون معها got يبقى has he got. the girl helped her mother البنت ساعدت مامتها the chickens الفراخ. نعمل ايه للفراخ feel يشعر fail بعد الشر عليكم يفشل او يسقط او يرسب feed يطعم fall يسقط يقع يعني يبقى feed. هنا طبعا الدبليو اللي هي كتاب التدريبات. shall we to the beach tomorrow shall معها مصدر went go going goes يبقى shall we go. how did you feel when you to the new house how did you feel when you طبعا الجملة ماضي شعرت بإيه لما رحت البيت الجديد عشان did so moved carried told يعزل أو ينتقل إلى مكان جديد اللي هي moved to. has حبيبة got a pen no she لا تملك didn't doesn't can't hasn't طبعا لا تملك no بيسأل بهاز يبقى هنرد بهاز يبقى no she hasn't. بعد كده عندي بيقول لي هنا her family were so they couldn't buy her new clothes العيلة نقط مش قادرين يجيبوا لها ملابس ugly قبيح poor فقراء beautiful جميل rich غني العيلة فقيرة اللي هي طبعا poor.
thieves اللصوص are always taken away بيروحوا فين؟ prison سجن hospital مستشفى school مدرسة factory مصنع طبعا بيروحوا البريزن السجن. They bought a house as their old one was very small. القديم صغير يبقى جابوا بيت tiny صغير تاني large كبير واسع bad سيء funny مضحك طبعا large. هنشوف بقى correct. I can ask you some question please. طب ده سؤال يبقى I can ازاي؟ المفروض ان انا اقول can I يعني هل يمكن ان انا ايه اسألك. Hi shall we play the game next week shall بيجي مع المصدر يبقى shall we play. Do we go swimming? Yes that's a good idea. هنا بيقترح وطالما اقتراح بنستخدم كلمة مين؟ بنستخدم كلمة shall. Have you get any cousins؟ هل عندك أي حد ولاد عمك؟ يبقى have you got. هنا بيقولك اكتب بقى description of your new house وصف لمنزلك وزي ما قلت لك انت مع الكتاب هتستلم ملزمة فيها كل الموضوعات المهمة تقراها وتاخد أفكار عنها. دي آخر جزئية في lesson 3 و 4. الجزئية اللي جاية هتبقى آخر درسين اللي هو الدرس التالت اللي هو بيبقى الخامس والسادس مع بعض.